عودة رومان سايس هو إفلاس رياضي لوليد الركراكي، لأن في 3 سنوات ما استطاعش يجيب بديل، وكأن هناك إصرار على العودة بالمنتخب المغربي إلى قطر. لا يستطيع أن يطور المنظومة الكروية المغربية على مستوى المنتخب بعناصر جديدة. طريقة التعاطي مع المجموعة مع اللاعبين فيها الكثير من الغرابة. إذا هذه اللائحة كما كانت التسريبات قد أشارت إلى ذلك، وغريب جدا يتم تسريب بعض الأخبار بدون اختبار لنرى ردة فعل الناس. كان هناك حديث عن عودة رومان سايس إلى المنتخب المغربي، عن عودة سفيان رحيمي إلى هذه اللائحة ولاعبين آخرين، وبالفعل كل ما راج من تسريبات وجدناها اليوم في اللائحة. الأمور صارت تماما كما تم الترويج لها من خلال التسريبات الصحفية. المفروض أن حتى بالنسبة للمنتخب الإسباني لم يكن يعرف هل سيتم استدعاء لامين جمال أم لا، وهذه أمور بالطبع يكون فيها احترام للمدرب، ويبقى المدرب ليطلع الناس على اللائحة. هو صاحب الشأن، هو الذي يعطينا الخبر، ولكن ما يحدث أن وليد يأتي ليبدأ يعلق على الأخبار التي سربتها الصحف أو تم تسريبها إلى الصحف. المفروض أن تكون الأمور محسومة، لا يعرف أي اسم إلا يوم اللائحة. إذن اليوم نتحدث عن لائحة المنتخب المغربي، يعني الحراس 3 شيء مفروغ منه، أصبحنا نعرفهم جميعا. على مستوى الدفاع في ظل إصابة أشرف حكيمي طبعا تمت المنادات على نصير المزراوي الذي استعاد جزءا من لياقته وأصبح يلعب بعض الدقائق مع مانشستر يونايتد. والمفاجأة الكبيرة، أنا أعتبرها مفاجأة، هو عودة رومان سايس في هذا التوقيت بعد أن غاب عدة أشهر، بعد أن خضع إلى عملية جراحية. وحينما ننظر إلى الأرقام، وأنا دائما أقولها وأكررها، الأرقام لا تكذب، سنرى بأن رومان سايس لعب في المدة الأخيرة أول مباراتين متتاليتين 90 دقيقة. سأذكركم حتى لا يقول أحد أن هناك تحامل على اللاعب أو ضد عودة اللاعب. أنا مع عودة كل لاعب جاهز، أما اللاعبون الذين تنقصهم الجاهزية أو غير ثابتين في المستوى فأنا ضد ذلك، لأن ذلك يؤكد مرة أخرى عودة العاطفة. حينما تحاول أن تناقش الناخب الوطني حول بعض الخيارات يقول لك أنا أحبه وأثق فيه. أنت لا تستطيع أن تحاور شخصا يستعمل العاطفة. إذا نعود إلى أرقام رومان سايس، 13 مباراة لعب منها 6 مباريات، 4 منها ب90 دقيقة، واحدة ب52 دقيقة، وواحدة ب9 دقائق. إذا ما حاولنا نجمع عدد الدقائق، هل لرومان سايس تنافسية؟ أنا أسألكم، الرجل تخطى سن 35 ونصف سنة، 35 سنة ونصف، عنده أكثر من 35 عام و7 شهور. يعني لما يجي كأس أفريقيا غيكون قرب يكمل 36 عام. ونحن لاحظنا بأن رومان سايس في المدة الأخيرة قبل أن يصاب وقبل أن لا يستدعى كان بطيئا، وكل الكرات الملعوبة في ظهره لا يستطيع أن يلحق بها. تخيلوا معي كأس أفريقيا مع لاعبين أفارقة بسرعة خيالية، هل سيستطيع اللحاق بهم أم أنه سيعول على نايف أجر لتغطيته؟ سيقول لك أنه كما قالها عدة مرات حينما استدعاه في إحدى المباريات أو مباراتين وهو لم يكن لديه نادي، قال بأنه سنوتخ كابيتان، هو قائدنا وله الخبرة ونحتاجه ولا بد أن يتواجد. كأننا أصبحنا نلعب الأقدمية. هذا شيء غير مقبول. على مستوى المنتخبات لا تسمع مدرب يقول لك أنا استدعي أنه لاعب كان معنا في كأس العالم وقائد المنتخب. هناك مدربين يشتغلون على العناصر البديلة وعينهم دائما على اللاعبين المتميزين، إذا كانوا ليسوا في أتم جاهزيتهم فإنهم لا يضيعون وقتا لأنهم اشتغلوا على البدائل. نحن نطرح السؤال الكبير، في ظرف 3 سنوات ما هو الورش الذي اشتغل فيه وليد الركراكي لإيجاد البدائل؟ المعاناة ظهرت في الجانب الأيسر، ظهرت في قلب الدفاع. الآن مع إصابة حكيمي في الجبهة اليمنى سنبقى دائما نطلب لاعبين أن يذهبوا من هذا المركز إلى هذا المركز ليغطون. كم من لاعب جرب في العمق، عبقر، شادي رياض، جواد يميق، آدم مسينا، وهلم جر. اليوم الرسالة التي يعطيها وليد الركراكي أنني أنا جربت ولم أجد أفضل من رومان سايس، وكأن هناك إصرار على العودة بالمنتخب المغربي إلى قطر. يجب أن ينظر ويبحث ويحاول أن يوجد المصوغ القانوني والأخلاقي والرياضي ليعيد هؤلاء اللاعبين للمنتخب المغربي. وكأننا أو كأن عقارب الساعة توقفت في 2022 ديسمبر 2022، يعني لم يكن هناك أي تطور. يجب أن نعود إلى منتخب قطر لكي نشارك به كأس أفريقيا. هذا ماذا يعني؟ يعني شيء واحد، يعني أن المدرب لا يستطيع الاشتغال إلا بتلك العناصر، يلف 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 ويدور ثم يعود إلى نقطة الانطلاق. اليوم العودة إلى رومان سايس تعني فشل ذريع في الورش الذي بدأه ولم ينجح فيه، ومشكلة عمق الدفاع طالت. ولذلك نتساءل، من يراقب عمل هذا المدرب؟ ما هي التقارير التي ترفع لرئيس لجنة المنتخبات وهو فوسيخجا؟ هل هناك رضا عن العمل الذي يقوم به؟ ما هو واضح أن لدينا مشاكل في بعض المراكز ولم نشتغل عليها. اليوم عودة رومان سايس هو إفلاس رياضي لوليد الركراكي، لأن في 3 سنوات ما استطاعش يجيب بديل. حينما أشدت به وقلت في كثير من المناسبات بأنه أخيرا كانت هناك
على الأقل لائحتين لم تكن فيها العاطفة، عدنا إلى العاطفة. على مستوى اللائحة نجد على هناك أشياء، مثلا وجود نصير المزراوي الذي يعود بالتدريج إلى مستواه. الشيبي لم يأخذ فرصته هو الآخر، ولذلك يا إما نأتي بلاعبين نأمل فيهم أن يكونوا بدلاء حقيقيين قد يساعدون في حل جزء من المشاكل، لأن المدرب غير مقتنع بهم لكي يلعبوا أساسيين. تبديلاته أحيانا غريبة، يدخل لاعب وبقية من المباراة 5 دقائق، ماذا يمكن أن يعطيك؟ نذهب إلى وسط الميدان، سنرى عودة عز الدين أناحي الذي يكون دائما حاضر مهما فعل. نفس اللاعبين يعودون إلى وسط الميدان في نفس اللائحة، سفيان أمرابط، إسماعيل السباري الذي يعتبر أكثر اللاعبين نجاحا، إلياس بن صغير الذي لم يجد بعد إيقاع المباريات الأولى. وهذه هي المشكلة، قلت لكم أن حينما نستدعي لاعب ويبرز وينزل مستواه ليس هناك بديل له، نبقى نراهن عليه. حينما نذهب إلى الهجوم نرى بأن نسجل عبد سفيان رحيمي الذي بدأ يسجل، بدأ يلعب. ربما في تفكير وليد الركراكي أن سفيان رحيمي بعد أن جرب إلياس بن صغير، بعد أن جرب أمين عدلي، بعد أن جرب لاعبين آخرين بما فيهم الزلزولي العائد بقوة، ربما إفريقيا يحاول أن يكون له لاعب هو الوحيد القادر على أن يفعل ما لا يفعله اللاعبون الآخرون. وحينما تكون على الصعيد الإفريقي وأنت تلعب في عقل ذلك، سفيان رحيمي حينما يأخذ الكرة ولكن لعبه على الطرف لا يشركه كرأس حربة، حينما ينطلق بالكرة في قدمه يهاجم المدافعين والكرة في قدمه، بمعنى أنه يقوم بعملية استفزاز تقني فني للمدافع، مدافع فريق آخر. والمدافع الآخر حينما يأتي سفيان صعب أن توقفه، يراوغك، وحينما لا تستطيع أن توقفه ترتكب الخطأ، إما يكون خارج منطقة الجزاء وتكون ضربة حرة مباشرة، أو تكون في منطقة الجزاء وتكون ضربة جزاء. نبقى مع الهجوم. المهاجم رقم 1 رأس الحربة هو حمزة إيجامان وليس لاعب آخر. تحتاج إلى هذه النوعية من اللاعب. زد على ذلك أن إيجامان بدنيا قوي ما شاء الله تبارك، يعني يستطيع بدنيا فنيا، لديه قوة اختراق، طبعا لديه إمكانيات أكثر بكثير وأفضل بكثير من إمكانيات يوسف نصيري. إذن مع باقي لاعبي الهجوم نتساءل هل اللاعب ديوب ستكون له فرصة أم لا؟ أم أننا كالمعتاد سنشاهد وليد الركراكي يعطيه 10 دقائق أو 5 دقائق أو حتى شفنا لاعبين في الدقيقة 89 دقيقة. شمس الدين طربي هل أخذ فرصته في المنتخب المغربي؟ أم أنه سيكون بديل للطوارئ؟ يعني إذا كنا سنستدعي لاعبين وسيبقون على دكة البدلاء طوال الوقت، فلماذا يتم استدعائهم منذ مدة؟ ماشي اليوم، أنا ما كنتكلمش على واحد غيجي الآن وغنبغي نشوفوه واحد ربع ساعة 20 دقيقة، لا، حنا كنشوفوا لاعبين تمت المنادات عليهم كالترغالين مثلا، نخليهم يعطوه 5 دقائق ونقول له حاول أن تنسينا في سفيان مرابط، مستحيل. والمباراة الودية القديمة فعلت وأوجدت لتؤدي هذه المهام، واليوم وليد أنا متأكد حتى وإن كانت لديه الرغبة في أن يحطم هذه الأرقام التي لا تعني شيء، لأن الرقم المهم هو الفوز بكأس أفريقيا. هؤلاء اللاعبين حينما نستدعيهم نعطيهم الفرصة حتى يشاهد الجمهور ويقتنع بخيارات المدرب. بطل العالم قال هذا ليس الوقت لاستدعاء اللاعبين، ولكن حينما لا قدر الله يوصل لك لاعب لاعبين 3 لاعبين فأنت مضطر لكي تعود إلى ذلك المنتخب، لأن الاستحقاق مهم ونحتاج إلى نوعية من اللاعبين، ولكن عيني عليهم وتابعهم ويجب أن يكونوا مهيئين، لأن في أي لحظة من اللحظات ممكن أن أستدعي أي لاعب منهم. هكذا تحفز اللاعبين. لذلك قلت لكم عدة مرات ولو عن سبيل النكتة، لو كان لامين جمال اختار المنتخب المغربي كنا سنفضل عليه لاعبين 30 سنة